يا ترى صح نقول a beautiful red dress ولا a red beautiful dress؟ طبعا الصح الاولى اللي هي a beautiful red dress. ليه بقى يا صاحبي؟ لانه الصفات في الانجليش لازم تتبع ترتيب معين. الترتيب اللي انت شايفه قدامك ده، اول حاجه الاوبينيون يعني رايك، وبعد كده السايز يعني حجم الحاجه اللي انت هتوصفها دي، بعد كده الايج يعني عمرها اذا كانت قديمه ولا جديده، بعد كده الشيب يعني شكلها، بعد كده كولر اللون بتاعها، اوريجين اصلها اذا كانت مصريه انجليزيه فرنسيه، وبعد كده الماتيريال يعني الماتيريال المصنوع منها، وبعد كده اخر حاجه بيربس يعني الهدف منها. وطبعا اجانب لما بيوصفوا حاجه بيقولوا الترتيب ده لا اراديا، يعني محدش قال لهم تمشوا على الترتيب ده اللي احنا اتعلمناه ده، زي ما انت في العربي بتقول هذا ولد وهذه بنت ومحدش علمك كده، انت بس عارفها كده لا اراديا. احنا بقى محتاجين نعمل ايه؟ بص يا صاحبي، انت محتاج تتدرب عليهم لحد ما يطلعوا منك لا اراديا. تعال بقى ناخد امثله مع بعض. عايز اقول مبنى مصري قديم، هنقول old لانها في الاول Egyptian building old Egyptian building. تعال ناخد واحده صعبه شويه. عايز اقول تيشيرت كبير ابيض مصنوع من القطن مصري، نقولها ازاي؟ طبعا هنمشي حسب الترتيب اللي احنا قلناه، فهنقول a big white Egyptian cotton t-shirt. وطبعا هتفضل تلعب باللعبه دي لحد ما يطلعوا منك لا اراديا.